تاني يوم بتديله فلوس زيادة عشان لو الدنيا زحمة وهو جاي يطير. وهو بعد الشغل بيروح أصلا الملهى الليلي اللي هو يدوبك ساعة في السريع كده وهيروح على الميعاد. والمحامي بيبعت لهم صورة الشنطة اللي هتبقى مع هرميس، فبيدوروا عليها مع كل الموجودين لحد ما بيلاقيها، وبتبقى مستنياه أصلا. وبتطلع عندها قوة خارقة هي كمان وسريعة جدا، فبتفرتك له البدلة اللي من زوج جايباها له وبتخليه يضربها وبتمشي. فهو بياخد الشنطة وبني وبيخرج، بس نسان جو مش بيخليهم يطلعوا. وبيبعت للناس صورة الشنطة اللي فيها المخدر وبيقول لهم انه فري، فالناس كلها بتتلم عليه عشان الشنطة، بس هو بيوقعها وبيقع عليها عشان الناس لو خدتها هتموت زي اللي قبلها. والمحامي بيكلمهم محدش بيرد وبيبقى متأخر على منسوب. وبتروح بقى الشريرة المختبر، بتلاقي أخوها خد عينات القوة الخارقة. ونرجع بقى للملهى، واللي محدش بيوقف الناس دي غير الشرطة والظابط بيلمح سانجو. بس قبل ما يوصلوا المحامي بياخده هو وبنمية على تحت، وبيقوم بيلاقي البدلة خلاص على آخرها، بس هما بيحاولوا يلموها بالدبابيس. قال يعني هتبقى كويسة. وبيروح على المكان بسرعة، بس الضابط بيوصل قبله وبيقول لمنسوك إنه متهم في قضية كبيرة. فبتقوله هي الشرطة كمان مصدقة إن لما بيبقى معاه فلوس قوته بتزيد. طب افرض ده حقيقي، على الأقل بيمسك بالأشهر من مرتبه، مش انتوا مش عارفين تمسكوهم وبتقبضوا فلوس. وبيظهر سانكوك واللي كالعادة متأخر، فبياخدوه وبيروح المحامي ومرمي على المكتب وبيسألوا مين اتصل بالشرطة. فبتدخل الشريرة تقول لهم أنا. نروح بقى للظابط واللي بيقول لسانجوك أنا مش قلتلك لو شفتك تاني هسجنك. وبيقول له إن باللي بيعمله ده بيعرض ناس أكتر للخطر. ومن سوق بتبقى زعلانة وبتدور في هدومه، فبتلاقي جواب من الست بتاعت الكروت اللي هي شغالة عندها ب25 مليون وند. نتنجو بقى بيروح له يشمت فيه، وبيطلع إنه كان السبب في حادثة الأتوبيس وكذا حاجة تاني، وده كله جزء من خطته. وبيهدده بمنسوق وبيقوله إنه هيخرجه بعد الظهر، فميحاولش يعمل أي حاجة. وفعلا لما بيركب العربية اللي هتنقله بيلاحظ إنهم رجالته، وبيقوم يضربهم بس عربية بتدخل فيهم فبيقعوا في المية. ومنسوق بتبقى في ناس ماشية وراها، فبتتصل بالست صاحبة الكروت تقول لها أنا شفت ورقة الدفع بتاعت كارد جوزي، انتي واخداني ضمانة يعني؟ طب ينفع تخطفيني؟ فبيجوا رجالتها يخلصوا من سوق من اللي ماشيين وراها. وبنروح لسانجوك وهو طالع من المية، بيلاقي المحامي وبنمي واقفين مع الشريرة، وبيطلع إنها متفقة معاهم تنقذه قصاد طلب منهم، بس بيبقوا مش واثقين فيها. فبتقول لهم ثقوا في كره لسانجو، وبتقول لهم إن أبوها سحب ثقته منها وخد عبوات القوى الخارقة وحطها في بنك، فأنا عايزاكم تاخدوها، هي بتاعتكوا أصلا. وبتوصف لهم الخزنة موجودة فين بالظبط، وبتديهم المفتاح وبتقول لهم خلي بالكوا، هو يبان بنك كحيان بس حراسته مشددة ومليان كاميرات. قال ايه بتعمل ده كله عشان نسان جو تطرد وهي ترجع مكانها تاني، بس هي طبعا هتاخد منهم العبوات وهم عارفين، بس الموضوع يستحق انهم يخاطروا عشان ما يخلوش نتان جو يطور المخدر. ومن زوج بتقوله ما يروحش، فبيقول لها انه عايز يعيش حياة عادية من غير ده كله، بس هو هيعمل كده عشان العالم كله يبقى آمن والناس تعيش حياة عادية. وطبعا بيبقى محتاج فلوس، فهي بتروح للست بتاعت الكروت ما شغالة عندها بقى، وبتقول لها على فلوس وإنها عارفة إنها بتدي سانجو كروت عشان عايزة حاجة منه. وبتقول لها أنا هخليه يعملها لك بس على الأقل ادفعي له. فتاني يوم بتديله 30 مليون وون، وبتقوله لما ترجع هقولك خبر حلو. وبيروحوا بقى هما التلاتة البنك، والشريرة بتوصي رجالتها عليهم، وبياخد المحامي مفتاح الخزنة، فالموظف بيدخله ليها، وبيبقوا متفقين إن سانجوك هو الطاع. وأول ما الموظف بيسمع اسمه بيدوس على زرار الإنذار وكل الناس بتطلع بره وبيقفلوا البنك.
وبيخلص ملخصنا النهاردة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.